فيك، ما بعرف اذا صوتي عم يطلع. انا صوتي ما بقى عم يطلع صراحه. التنظيم لوك مع هون هو امن فينا. الافورتس بيهايند ذا سينز فريق اي سي اس رائعين، اخذتنا كثير لحطينا كل شيء، خصوصي اذا اللوجيستكس تبع البلد كلنا بنعرف شو عم بيصير بالبلد. بس لوك هلا لوحه فنيه قدرنا نطلع فيها. نبيل الاسمر هي ثاني فايت له بالاي سي اس، هو من المغرب، احدى ابطال العالم مش بس المغرب، كثير محبوب بلبنان. عنده هلا تشالنج جديده مع روسي صغير عمرا. يواجه اي حدا، لانه الحمد لله جبنا كل الانترناشونالز لعنا. خلينا نحضرها مع بعض. يلا. نبيل دائما ببلش سريع بس ذكي كثير. نبيل كثير بيوقت. نبيل بالشورت الاسود اكيد. صحيح. واللاعب الروسي كودين بالشورت الابيض. نبيل ذكي كثير. هلا اوريدي اذا بتشوفها جس نبض بين الاثنين. الروسي كمان ما فينا نسال فيه. وليد كنت بتلعب كمان مواي تاي كيك بوكسينج؟ كيك بوكسينج منظمه حلو كثير، وحبيت اعملها بلبنان لانه السوق بده كثير، الماركت بحاجه وما في شيء مخبى البلد قد ايه بحاجه هون. بعدهم حذرين اثنيناتهم. هون هاي كيك كمان بيتابع هون. عنده الحزام عم ينعمل له تشالنج عليه. اوكي، يعني بده يحافظ على البيلت نبيل اليوم. صحيح. بده يحافظ على الحزام اللي اخذه. جورج الكل صار حلمه يجي هلا يلعب بلبنان. مع خبر في عنا فايترز انترناشونال حابين يجوا، جمهور رائع. كان حكيني تحت الهواء كمان كي 1 ما فيك تمسك الاجر وتضرب دغري ريليس اسرع. ريذم الكي 1 كثير اسرع من الماي تاي كثير، وباي ثانيه يمكن يكون اكسبلوسيف. بس هيك ما عم يساعد. نبيل بلش باجريه هلا ما منيحه لكودم. هلا الروسم ليك ما تنسى هني مدرسه عريقه بكل شيء اسمه العاب ايطاليه. ها هيدي نبيل مغطى منيح. كيف هاي كيك يمكن فيها. ها كودم بلش يشتغل، عم بتزحت يعني ثبت خطيره. يعني ليك اجروا للروسي شفتها؟ قد ما هيك انسايد كيكس. انسايد كيكس على فخده. نعم. ايه هول يمكن ياثروا عليه هلا. ليك بلش يحبس قدام فيهم، هيدي معناتها بلشت تضعف. نبيل ذكي، يمكن تكون هي استراتيجيته لنبيل انه شفناها كثير اليوم على كل حال. لوك الفارس برجع بقول لك كمان على نفس الاجر، على نفس الاجر مركز عليها. شكلها هي استراتيجيته لنبيل يعمل له تشوب ليجز. لاحظ نفس الاجر بعده مصر على اللو كيكس على الاجرين. بيشتغلوا بتنظيم، ومن هونيك تواصلوا معنا انه بدهم يجوا على لبنان. احنا كنا كثير مبسوطين انه سامعين بمنظمتنا وهن طلبوا يجوا لعنا على لبنان. ليكو نبيل علّى البيس هلا اذا لاحظت. علّى البي سي حتى اذا لاحظت جورج غير طريقه نقل الايفنت كثير، عم نخلي الجمهور اكثر انفولد معنا بالحدث. كثير افكار عم نحطها على الطاوله لانه هو امن مثلنا باللي عم نعمله، وعندنا فيو بلانز ما بدنا نحكي فيهم هلا. بس البلان موجوده شو بدنا نعمل ان شاء الله. ما في رجعه لورا بقى خلص. لا الجمهور صار كثير بلبنان، طلعنا لبنانيه لبرا للاسف. برجع بقول لك كثير عنا مشكله الفيز.
كثير اللي فياز. لا طبعا اوه هيدا اللي كنت ناطره، اجره شفتها جورج ضعفت على نفس الاجر دائما. ركز 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 عليها ذكي. تنشوف بعتقد لايك رجع خلص نفس المحل نفس نهاية. المحل نفس المحل ما عم نفس يقدر ما عم المحل. يقدر اذا بعد عدى والله قام. اوكي لنشوف كمان نفس الاستراتيجي that's نفس it that's it that's it that's it game over. 3 مرات جيم اوفر. انيود جورج انا هلا بدي كثير انبسطت علقت معك. شكرا. انا كمان سعيد جدا تقدر تنظم هيدا الايفنت وهيدي الفايتس كلها. عم تابعها لايف اكيد على ال سي اي والال بي 2. مبروك للفايتر نبيل اسمر المغربي، قدر يركز بشكل كبير على قدمه للاعب الروسي كوتين. نرجع نشوف كمان ابرز اللقطات. لاحظوا كيف كل التركيز على قدمه اليسرى. لاحظوا كيف كان كابس نبيل، عرف نقطة الضعف وين، عرف الويك بوينت لمنافسه الروسي وما رحمه ابدا بالراوند 3. عنده خبرة قوية. شفنا هالشيء اليوم بمباراته مع إيلجا كودن. كانت مباراة نوعا ما هينة على نبيل. نبيل Guerra de Oro. يعني هذا اللاعب انا كثير بحترمه وبحبه لانه لاعب طالع طلعته بعده والصبي يعني ما شاء الله عنه، يعني مشروع كبير لبعدين. هيدا هو البيلت الاي سي اس ذا تشامبيون، حافظ عليه بوزنه نبيل الاسمر، وزن 69 كيلوغرام البطل المغربي.